تخيل معايا تموت وتدفن والقتيل ديالك كيمشي لكنازتك وكيبكي عليك قدام الناس، والبوليس كيسدوا الملف وكيقولوا باللي هذه موت طبيعيه. هادشي اللي وقع لآل زون، ولكن روحها مرتاحتش، رجعات من القبر باش تعطي السميه ديال القتيل والطريقه باش تصفاها ليها. وفين كاين الدليل؟ هاد القصه غتجيكم خياليه، ولكن راه قضيه حقيقيه وموثقه ودارت ضجه في تاريخ ميريكان. اول مره قضيه كتحل بسبب شهاده شبح. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم اللي باقي ما مشتركش معنا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. القضيه ديالنا غادي دينا لفيرجينيا الغربيه، بالضبط في ميريكان، في واحد المنطقه بحال العروبيه سميتها غرينبير. سنة 1896 كانت كتعيش واحد البنت سميتها إلوازون هيستر. بنت زوينة ظريفة بزاف، كان كيحماق عليها الصغير والكبير، حيت كانوا كيقولوا باللي حاجتها ماشي ديالها وداخله سوق راسها. إلوا كانت عايشة مع امها اللي كانت سميتها ماري جين، حياة عادية جدا. حتى لواحد النهار كيسكن واحد السيد جديد في البلدة ديالهم سميتو إراسموس شور، كان خدام حداد. إلوا طاحت فيه من الشوفة الأولى، حتى هو بغاها، ولكن مها ماري كانت رافضة تماما هاد العلاقة، مرتاحتش ليه كاع. عيات ما كتهضر مع بنتها، ولكن إلوا والو، كتقول ليها بلي إيراسموس ظريف وكيعاملني مزيان. مها ماري عيات ما كتهضر مع بنتها، ولكن والو، إلوا ما سمعتش ليها وكتزوج بإيراسموس في أكتوبر من نفس العام. من بعد شهور قليلة من الزواج بدا وجه إيراسموس الحقيقي كيبان. هذيك الظرافات اللي كانت في الاول نعم لالا ديري اللي بغيتي ما بقاتش. إيراسموس كان صعيب بزاف وعنيف، كان ديما كيسلخها لدرجة انه ما بقاش كيصرف في الدار. السيد ولا فوق ما كيدخل الدار كيجبدها معها بالعصا. إلوا ما قدرتش تقولها لامها، حين عارفاها غتقول ليها انت اللي ما سمعتيش لهضرتي وانت اللي درتي هاد الحاله في راسك. ولكن قلب الام كيعلم. فاش كانت كتمشي عندها للدار كتلقى بنتها مسكينه غير جالسه ومخلوعه، وكتلقى ديما الزروقيه في يديها. منين كتسولها واش كيضربك إيراسموس، إلوا كتنكر، لدرجه ان امها قالت ليها صافي طلقي منه، من نهار تزوجتي بيه وانتي اللور. ولكن إلوا كانت كتبغي إيراسموس وما قدراتش تبعد منه واخا معيشها في الجحيم. حتى جا نهار 23 يناير من سنة 1897، واحد الليلة إيراسموس صيفط واحد الدري من الجيران للدار يجيب ليه الجاكيطة ديالو حيت كان نساها. الدري منين كيدخل لباب العمارة كيلقى إلوا طايحة عند رجلين الدروج. فاش بقى كيفيق فيها والو، إلوا غير مجبده. الدري بقى كيغوت، تجمعوا الجيران. إراسموس كيشوف الجوقة حدا باب دارو، مشى كيجري كيلقى المفاجأة، مراته طايحة وما كتحركش. فاش وصل إراسموس بقى كيقول لهم حيدوا مراتي مالها، وكيبكي وكيقول ليها لا ما تمشيش وتخليني. الناس بقى فيهم إراسموس. واحد اللقطة إراسموس كان داير واحد الشال في عنقه، حيدو ودارو في عنق إلوا بقى كيبكي. الناس كانوا عيطوا على الطبيب. فاش كيوصل الطبيب اللي سميتو جورج كنيب بغى يفحصها، إراسموس والو واقف ليه عند راسو. الطبيب باغي غير يفحصها من عنقها، تخيلوا معايا ما خلاهش، كيقول ليه لا انت راك باغي تحرش بمرتي، وكيشهد عليه الناس وبقى كيقول شوفوا كي كيقيس فيها باغي يتحرش بها. الطبيب مسكين خاف وكتب في التقرير موت طبيعي بسبب ضعف القلب، حين قال هذا الراجل شويه مسطي فغنكتب انا هذا التقرير هذا. كيدفنوا إلوا، امها ميري مسكينه تحت الصدمه، ولكن في نفس الوقت كانت حاسه بشي حاجه ماشي هي هذيك، حيت بنتها كانت مزيانه في صحتها، واخا كان كيضربها راجلها، ولكن ماشي لهذيك الدرجه ديال التقرير اللي خرجوا الطبيب هو ضعف القلب. إراسموس غير غادي في الزنقه وكيبكي وكيقول مراتي مشات وخلاتني. كدوز 4 ديال الاسابيع. واحد الليله الام ميري كتكون في بيتها وكتحس بشي حاجه غريبه، الحمام مشوك عليها. كتهز عينيها جهه الباب ديال البيت، كيبان ليها خيال ديال بنتها إلوا داز بالزربه.
هنا ميري تخلعات، ما عرفتش راسها واش غير كتهلوس ولا بصح كان هذاك خيال بنتها. ميري مشات لبيت هاد الناس وهي ناعسة كتشهد ميري ان بنتها إلوا جاتها في الحلم لأول مرة من ورا ما ماتت. كانت غير واقفة وكتشوف فيها بحال إلا ميري هاد الشي كتشوفو في الواقع ماشي في حلم. ميري ناضت مخلوعة من الحلم، ولكن حسات بشي حاجة غريبة، حاسة براسها بلي ما كايناش بوحدها في الدار. حتى جات الليلة اللي ميري غتشوف بنتها في الحلم كتهضر معاها. ميري شهدات ان بنتها جات عندها في الحلم على شكل خيال اللي ما واضحش مزيان، وقالت ليها بلي إراسموس هو اللي قتلني. راه هذيك الليلة كان رجع للدار وما لقاش العشاء واجد، كان باغي اللحم وهو يتعصب وبقى كيضرب فيا وهو يلوي ليا عنقي حتى هرزو. هاد الشي اللي كنقول لكم الخوت غيبان لكم بحال شي حجايه، ولكن راه امها ميري راه كانت شهدات بهذا الشي وهذا الشي راه موثق. وفي وسط الحلم امها ميري كتشهد باللي بنتها إلوا دورات عنقها 360 درجه باش توريها باللي العنق مهرس من الفقره الاولى. وهاد الحلم كانت بنتها كتجيها 4 ايام متتاليه وكتقول لها نفس الهضره. هنا امها ميري عرفت باللي هذا ماشي حلم عادي، باللي رؤيه. الام ما سكتاتش، مشات في الاول عند الشرطه عاودت ليهم ولكن ما تيقوهاش. قالوا ليها شنو كتخربقي، هذه راه غير تخيلات، يمكن غير باقا متاثره بموت بنتك وكتخيلي، سيري عند شي طبيب نفساني. حتى كتمشي ماري عند وكيل الملك اللي كانت سميتو جون بريستون. في الاول حتى هو كذبها وقال ليها ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقولي، ولكن ماري بقات كتغوت كتقول لي بغيت نشوف عنق بنتي واش فيه شي علامه، وكتقول ليه انا من الاول كنت حاسه باللي بنتي ماتت مغدوره. جون قرروا يخرجوا الجثه من القبر ويشوفوا الاثار اللي في عنقها، حيت هذيك الساعه ما كانش تشريح باش يقدروا يشرحوا الجثه ويعرفوا سبب الموت الحقيقي. فاش حلوا القبر، الاطباء اللي كانوا منهم الطبيب جورج اللي كان هو اللي دار التقرير صدموا كاملين. فاش كيقلبوا العظام ديال العنق كيلقاو باللي الفقره الاولى مهرسه. هذاك الشيء اللي قالته إلوا لمها ماري طلع حقيقه، يعني بصح بنتها جات عندها في الحلم وقالت ليها كيفاش ماتت. هنا الشرطه والاطباء كيتصدموا حيت اول مره كيخدموا في هذه القضيه. واحد مات هو اللي كيفضح شكون اللي صفاها ليه وكيفاش مات. هنا البوليس كيقرروا يعيطوا على إراسموس باش يواجهوه بشنو كاين، ولكن هو نكر وقال لهم انا مستحيل نقتل مراتي، كنت كنبغيها وبقى كيبكي ليهم تما، وقال لهم باللي امها ماري ما كتحملوش وبالعاني دارت هذا الشيء. ولكن هذيك الساعه الشرطه ما عندها حتى شي دليل ضده وطلقوه. البوليس كيقرروا يبداو ينبشوا في ماضي إراسموس وكيلقاو فيه العجب. السيد كان اصلا كاذب على إلوا، كان مزوج 2 عيالات قبل منها، حيت هو كان قال ليها انت اول مره في حياتي. المره الاولى ما ذكرنيش الاسم ديالها ولكن كانت شهدت عند البوليس باللي طلقت منه حيت كان ديما كيسلخها. الثانيه ماتت في ظروف اللي غامضه وبزاف كيشكوا باللي حتى هي صفاها ليها. في المحاكمه المحامي ديال إراسموس حاول يضحك على الام ماري ويقول لها واش بنتك الشبح هي اللي جات قالت لك هاد التخربيق، ولكن هي جاوباته بكل بروده وقالت ليه وهي اللي جابتني لهنا. حتى الطبيب جورج اكد في المحكمه انه منين جا باش يفحص إلوا إراسموس ما خلاش، قال لهم باللي بقى واقف ليه حدا راسو دار ليه الشوشره، وكان باغي إراسموس كيف ما قلت لكم يلبق ليه تهمه باللي كيتحرش بمراته. إراسموس في المحكمة بقى غير حال فمو كيشوف، ما ظنش باللي غيتفرش، بحال جاتو بحال الصدمه لدرجه انه ما قدرش يدافع حتى على راسو، بقى غير المحامي ديالو كيدخل ويخرج في الهضره. المحكمه حكمت على إراسموس بالقتل العمد وتحكم عليه بالمؤبد ومات في الحبس سنه 1900. ليومنا هذا كاينه واحد اللوحه تذكاريه في فيرجينيا مكتوب عليها شبح جرين برير. هذه هي القضية الوحيدة اللي القانون استعرف فيها بشهادة من العالم الآخر. واش كتظنوا الأم فعلا شافت شبح ولا كان ذكاء منها باش تقنع البوليس يحلوا القبر حيت كانت شاكة في نسيبها؟ بالنسبة ليا أنا ممكن تزورها بنتها في الحلم حيت كيقولوا باللي اللي كيموت مغدور روحو كتبقى كتعذب. لهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو، خليوا لي آراءكم في التعاليق، تهلاو فراسكم إلى قصة جديدة وغريبة. باي باي.